السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا في الفيديوهات اللي فاتت ايه أسباب النمو السكاني في مصر والهرم السكاني في مصر وبيتركب من ايه، وعرفنا التعداد السكاني. مع درس النهاردة عن مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا. ايه المقصود بالزيادة السكانية؟ تتمثل في ايه؟ في زيادة عدد السكان، بس بنسبة بقى أكبر ولا أقل؟ لا، بتكون نسبة السكان أكبر من الموارد والخدمات اللي موجودة عندنا ومتاحة لنا. يبقى عندي هنا زيادة عدد السكان بنسبة أكبر من الموارد والخدمات المتاحة. طب إيه الأسباب اللي أدت إلى مشكلة الزيادة السكانية؟ عندنا عدة أسباب، منها ارتفاع معدل النمو السكاني. يجي السؤال: بما تفسر ارتفاع معدل النمو السكاني؟ هنقول بسبب الزواج المبكر وكثرة الإنجاب وخاصة في الريف. طب يجي السؤال برضو بصيغة تانية: ما النتائج اللي ترتبط على الزواج المبكر؟ هنقول ده ساعد في ارتفاع معدل النمو السكاني وكان سبب من أسباب الزيادة السكانية المرتفعة فين؟ في مصر. تاني نقطة هي تفضيل الذكور على الإناث. إزاي؟ بعض الأسر تستمر في الإنجاب حتى تنجب ولدا ذكرا. طبعا ده تفكير خاطئ جدا يعني. يبقى ده رقم 2، تفضيل الذكور على الإناث. رقم 3، تحسين الرعاية الصحية، أدى إلى تراجع معدل وفيات الأطفال وخاصة أطفال الرضع وزيادة متوسط عمر الفرد. يبقى عندي أسباب الزيادة السكانية: 1، ارتفاع معدل النمو السكاني. 2، تفضيل الذكور على الإناث. 3، تحسين الرعاية الصحية. احنا كنا عرفنا برضو أن النمو السكاني كان بسبب الزيادة الطبيعية وبسبب الهجرة. طب ايه بقى اللي ترتب على مشكلة الزيادة السكانية؟ عرفنا عندنا هنا عدد سكان كتير وموارد وخدمات أقل. ده أدى إلى زيادة استهلاك الموارد المائية والغذائية وغيرها، يعني استهلاك الموارد كلها فيه زيادة للاستهلاك بتاعها، فبالتالي هيبقى نصيب الفرد منها قليل. وهنضغط على الخدمات، الضغط على الخدمات زي التعليم والصحة وتدني مستوياتها، يعني قلة الجودة والخدمات بتاعتها. رقم 2، أدى إلى زيادة النفايات وتلوث في البيئة. 3، الحاجة إلى المزيد من فرص عمل، وده طبعا بيسبب عبء كبير على الدولة وهيؤثر على مشروعات التنمية في الدولة. يبقى هنا النتائج اللي ترتبط على مشكلة الزيادة السكانية: زيادة استهلاك الموارد، نقص نصيب الفرد منها، والضغط على الخدمات، زيادة النفايات وتلوث في البيئة، والحاجة للمزيد من فرص العمل. ايه جهود الدولة ودور الفرد؟ طبعا دور الفرد والدولة كل منا ليه دوره عشان اقدر اواجه مشكلة الزيادة السكانية. انا دوري كفرد اعمل ترشيد استهلاك لكافة الموارد، يبقى ترشيد الاستهلاك، وكمان تنظيم الأسرة. اما جهود الدولة تتمثل في التوعية بمشكلة الزيادة السكانية، ولازم توفر لي وسائل تنظيم الأسرة ونشر الوعي بأهميتها. يبقى بتوفر وسائل تنظيم الأسرة وبتنشر الوعي بالأهمية بتاعتها، وأصدرت العديد من القوانين اللي بتجرم الزواج المبكر وعمالة الأطفال. من جهود الدولة إن هي بتتوسع في مشروعات التنمية وبناء المدن الجديدة واستصلاح الصحراء. طب إيه السبب؟ بما تفسر تتوسع الدولة في المشروعات التنمية وبناء المدن الجديدة واستصلاح الصحراء؟ هنقول الإجابة لإعادة توزيع السكان وتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا. طب إيه تأثير الزواج المبكر وعمالة الأطفال؟ طبعا ده بيؤثر سلبا على اقتصاد الدولة وعلى صحة الأطفال، علشان كده الدولة أصدرت العقوبات الرادعة والقوانين الصارمة لكل من يساعد في الزواج المبكر أو في عمالة الأطفال. صحة الأم والطفل طبعا أمر مهم جدا لصحة المجتمع، عشان تحسن صحة الأطفال وانخفاض وفيات الأمهات. طب أنا أعمل إيه بقى علشان أحسن صحة الأطفال وانخفاض الوفيات؟ هنقول نهتم بالرعاية الصحية وبنهتم بصحة الطفل المصري، يبقى تحسين الرعاية الصحية. تاني نقطة هي زيادة الفاصل الزمني ما بين الولادة والأخرى. رقم 3، تنظيم الأسرة. ونلاحظ أن النساء التي ينجبن في سن صغيرة وينجبن الكثير من الأطفال بيكونوا عرضة للوفاة في سن مبكرة، طبعا لأن كثرة الإنجاب ده بيؤثر على صحة المرأة